في خبر سار لجماهير الأسود الأطلسي، تقلصت لائحة منتخب ليبيريا الذي سيخوض غدا مواجهة مهمة من 23 لاعبا إلى 22 لاعب، وذلك بسبب إصابة محمد كامارا الهجوم. وفي تطور آخر، داعب الناخب الوطني لمنتخب ليبيريا إلى تعويض المهاجم المصاب باللاعب شيب كريتوفور جاكسون البالغ من العمر 26 عاما. وعلى الرغم من هذا التغيير المفاجئ في اللائحة، إلا أن وضعية الإصابة قد تتجدد مرة أخرى بسبب غياب لاعب آخر مهم، وهو القناص والهداف شيرمان كيبا البالغ من العمر 31 عاما، والذي يعد واحدا من أقوى المهاجمين وأكثرهم تنافسية في الدوري الماليزي، حيث سجل 11 هدفا مع فريق سري باهانغ، مما جعله رابع هداف بالدوري الماليزي. وبالنظر إلى هذه التطورات، يستعد منتخب ليبيريا للمواجهة الصعبة أمام المنتخب المغربي، وسيعتمد على الهدف المعروف ويليام جيبور الذي عاش أياما سابقة كمهاجم الوداد المغربي، وظل يعتبر واحدا من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم الليبيرية. بهذا الخبر السار، يأمل الجمهور المغربي في أن يستغل المنتخب المغربي هذه الفرصة لتحقيق الفوز والمضي قدما في مشوار تصفية المؤهلة لكأس العالم، وأن يقدم أسود أداء مميزا. أكد أنسو كيتا مدرب منتخب ليبيريا أن أداء المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 يعمل على تحفيز فريقه لتحقيق نتائج إيجابية. وقال بالحرف: المغرب ليس هو أحد أفضل المنتخبات في شمال أفريقيا فقط، بل في العالم، والذي قدم كل ما لديه في كأس العالم وشرفنا كأفارقة باحتلاله المركز الرابع. وتابع: إذا رأيتم نتائج المنتخب المغربي في كأس العالم فإنها تحفزنا. أعتقد أن صعود المنتخب إلى نصف النهائي يعطينا حافزا على أنه من الممكن أن يحدث شيئا غدا. وتم حديثه: لسنا خائفين، نحن متحمسون لمواجهة المنتخب المغربي الذي يضم لاعبين كبار. سنكون في الموعد، سنقدم مباراة جيدة. ختم كيتا حديثه بالقول إن المباراة رغم أنها شكلية بالنسبة لفريقه، إلا أنها تعتبر مهمة بالنسبة لهم، حيث أنهم يهدفون إلى بناء فريقهم باستعداد للمستقبل.